إن من الشعر لحكمة. لفضيلة الشيخ نبيل العوض. أخيرا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، نتكلم عن شيء لا بد من ذكره، ألا وهو الموت. الموت، ذلك الأمر وتلك الحقيقة التي لا بد منها. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. استعداد للموت. قال كعب رضي الله عنه: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: لا يكره لقاء الموت إلا مريب، فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب. وقيل لأعرابي اشتد مرضه: إنك ستموت. فقال: وإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ قالوا: إلى الله. قال: ويحكم، وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده. الله أكبر. قبل الموت يحسن الإنسان ظنه بربه، يحسن الإنسان ظنه بربه، وليستعد كل منا لتلك اللحظات، لهذه الساعات، ولا يغتر بهذه الدنيا، فإنها لا بد زائلة. المرء يرغب أن يعيش، وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يسره. هكذا الدنيا، كم وكم من الناس من اغتر بها، تلذذ بها فانشغل فيها عن الموت، فجأة جاءته سكرة الموت. هذا أبو بكر كان مستعدا رضي الله عنه، ولما اقتربت ساعة وفاته قالت عائشة: يا أبتاه فيما نكفنك؟ قال: في ثوب هذا. قالت له: يا أبتاه إن فيه بعض الرقاع. قال: يا عائشة إن ثوبي هذا كنت أصلي فيه فأحب أن أدفن فيه. قالت له: ألا أشتري لك كفنا جديدا؟ قال: الحي أولى بالجديد من الميت. قالت له: أنا استدعي لك الطبيب؟ قال: قد قابلت الطبيب فقال: إني فعال لما أريد. والله مهما حصلت على الأموال وتلذذت باللذائذ، فإن أول ليلة في القبر تنسيك اللذائذ كلها. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. إي والله، أول ليلة ماذا سيحصل فيها؟ تنسينا كل نعيم الدنيا. دعني أبثك من حديثي والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. صدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن من الشعر لحكمة. إي والله، كم من الأشعار ما نفعت صاحبها، وكم من الأشعار ما ضرت صاحبها. فالحسن فيه حسن والقبيح فيه قبيح، فإذا امتلأ فم الإنسان بهذا الشعر القبيح لكان أن يمتلئ به قيحا خير له من أن يمتلئ بذلك الشعر. وإن كان الشعر قليلا ويحثه على الطاعات والخيرات فهذا الشعر حسن، وهذا من سحر البيان، وربما ينصر هذا الدين بالشعر. فمن كان منا شاعرا فليكتب في خدمة هذا الدين والذب عنه والدفاع عنه ونصرة الإسلام والدعوة إلى الخير والفضائل وحسن الخلق. ومن كان يستطيع الحفظ فليحفظ الأشعار النافعة وليقلها في بعض المجالس يدعو فيها إلى الخير والصلاح، ولا يطغى هذا ولا ذاك
على قراءة القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في الخاتمة أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.